عنده الكبده حريمي والكبده رجالي. ادي شغل الكبده الحراقه اسمه شطه نار. اللي بيجي هنا بيموت عند عم مصطفى. ما عندوش هزار عم مصطفى، السندوتش ده لازم اللي ياكله يكون راجل. اللي هياكل مره يجي على طول لوحده مش بمزاجه، غصب عنه بيجي تاني. عايز تاكل مكرونه عند عم مصطفى كل رجالي بس. ديناميك عندنا احنا بس. ادي علبه رجالي. يا جدعان النهارده احنا في الحومديه جايين نجرب اغرب بتاع كبده في مصر. اغرب واحد بيعمل كبده في مصر، عنده الكبده حريمي والكبده رجالي. ايه بقى الموضوع ده يا عم مصطفى؟ الكبده الحريمي من غير فلفل وبتاع، عشان بتبقى في ناس عندها قولون ومعدتها تعبانه شويه. الناس اللي هي الفرافين ماشي. ماشي. ودي كبده رجالي. خش لي بقى انا على الكبده الرجالي دي. الكبده الرجالي دي يعني شطه نار، ما بتهزرش. هنا عم مصطفى ما بيهزرش طالما قال لك رجالي. رجالي. محل اصلا كمان اسمه شطه نار. خش على الفيس تلاقيه شطه نار، موجود على مستوى الجمهوريه. حاجه و30 سنه شغالين في الكبده دي، من ايام ما كان الرغيف ب 50 قرش. وكانت الكبده كيلو ب 190 قرش، يعني ما كملش 2 جنيه. انا شغال فيها في المجال ده وما بشتغلش الا كبده بس، ما عنديش ولا كفته ولا صدق ولا اي حاجه. والسندوتش مش فينو. لا، الرغيف بلدي ما هوش فينو. وما عنديش كبده بلدي، كلها كبده مستورده. ما فيش كبده بلدي ب 12 جنيه ونص الرغيف. بس انا سمعت من بتاع توك توك اللي ياكل سندوتش الكبده الرجالي ده لازم يكون بقى يكون واحد صح. بتاع توك توك قال لي اللي هياكل السندوتش ده لو هو ملوش في الرجالي هيروح على المستشفى على طول بعد ما ياكل السندوتش ده. يلا يا عم مصطفى. ادي الشغل اهو، كله قدام الزبون اهو. احلى رغيف كبده تاكله من ايدي، كله قدام الزبون، ما بنعملش حاجه في الدرع. من سنه 91 تاني عندي حريمي ورجالي بس. ده ياكل السندوتش ده لازم يكون محل شطه نار بجد، مش هزار. ما عندوش هزار عم مصطفى، السندوتش ده لازم اللي ياكله يكون راجل. عاوز تسترجل؟